هو محدش قالك ان الراحة النفسية مش احساس، دي مهارة. مهارة زي السواقة كده، تتدرب عليها واحدة واحدة. بس احنا اتربينا على منهج عجيب، ان اي وجع كارثة، واي كارثة يبقى لازم تختفي. يا جماعة انا اتضايقت، حد يجيب لي زرار ريست. بس لازم تعرف ان مفيش زرار ريست، في حاجة اسمها تحمل. تعال هنا وركز معايا. تحمل مش معناها تتدمر، تحمل معناها انك تستقبل الاحساس من غير ما تبيع نفسك ليه. القلق، الحزن، التوتر، دي مش اعطال تصنيع، دي لمبات انذار. اللمبة بتنور فتقولك في حاجة جوه محتاجة صيانة، مش تقولك اكسر التابلو. اغلب الناس بتاخد مخدر، موبايل، مسلسل، شغل، نوم، اي حاجة، المهم ما تسمعش نفسك. وبعدين يرجع يقولك انا بعرف اظبط مشاعري. يا سلام، انت مش ظابطها، انت عاملها سايلنت، زي الجروب اللي بيقرفك كده فتقلبه سايلنت. الاحساس لما يتسكت مش بيموت، ده بيتكاثر، وبعدين يطلع لك في وشك، في خناقة، انهيار، عصبية، اكل، اي حاجة. فاكر انك كسبت؟ لا، انت بس اجلت الهزيمة. اخطر جملة مفروض تقولها لنفسك، انا مش الاحساس، انا اللي بيلاحظ الاحساس. بدل ما تقول انا مكتئب، قول في احساس اكتئاب بيعدي جوايا. طب ليه؟ علشان اول ما تقول انا هو الاحساس، انت عملت للاحساس هوية، وساعتها هتعيش طول عمرك تدافع عنه او تهرب منه. القوة النفسية مش انك جامد وما بتحسش، القوة النفسية انك تحس وتكمل والاحساس موجود. ايوه، عادي جدا تكون مخنوق وتروح الشغل، قلقان وتذاكر، زعلان وتضحك، مش تمثيل. واكبر خدعة نفسية انك مستني ترتاح عشان تبدأ. الحقيقة انت بترتاح وانت بتتحرك، مش قبلها. الحياة مش هتبطل توجع، بس انت ممكن تبطل تنهار. الراحة النفسية مش ان الدنيا تدلعك، انك تبقى قادر تعيش من غير ما تهرب من نفسك. لو الفيديو لمسك ابعته لحد محتاجه.